طيب يا جماعة، اسمعوا الكلام ده. أنا متأكد إنكم في وقت من الأوقات على السوشيال ميديا شفتوا الميم دي، اللاجئين أهلا وسهلا، وبعدين فجأة على طول في وشك. لو ما شفتش الميم دي فأكيد زيي كنت بتحلم تشوف ده بيحصل فعلا في الحقيقة. طيب خمنوا إيه؟ أنا لقيت فيديو. بص على الفيديو ده، هو في الحقيقة فيديو قديم جدا. أنا فاكر إني شفته قبل كده، بس عمري ما شفته من الزاوية دي. عائلة ألمانية ليبرالية استضافت مهاجر كضيف عندهم، يعني طالب لجوء، عارفين بيت طالب لجوء. يمكن عشان كده كنت بحاول ألاقي الفيديو اللي فيه ناس كانوا بيروحوا مظاهرات ومسيرات اللاجئين مرحب بيهم، وكانوا بيسألوا الناس يا جماعة هتستضيفوا لاجئ عندكم في البيت ببلاش؟ كل الناس من غير استثناء كلهم قالوا لا، أنا عايش في بيت صغير جدا، ما عنديش مكان كفاية. كلام فاضي وكده. يمكن عشان كده هم مش بيعملوها، إمم. لأن جواهم عارفين إن لما تجيب ناس من ثقافات سيئة ممكن الموضوع ما ينتهيش كويس بالنسبة لك. زي كده، بص على ده. انت ماسك السكينة في ايدك وهددت الناس. واضح إنها بالألماني. اتكلمنا معاه تاني بس واضح انك انت كمان مش قادر تتعامل معاه. والسكينة هنا ورا. على الراجل اللي عملها. ايه ده؟ يلا بينا يا جيم. هو ماسك سكينة، هو باكستاني 100%، هو باكستاني. بص على ده. لازم تكون حذر. يلا بقى انا جايلك. يلا يلا. بص على الناس الغربيين الضعاف دول. هو هيطلع دلوقتي. يا نهار أبيض. في باكستان لو كان عمل كده، لو كان تصرف بالطريقة دي، كان هيقعد ياكل بشفاطة شهور. فالأسرة الليبرالية دي بتقول له اطلع امشي. ده هو انت بتعمل ايه يا عم؟ فين فشتة؟ عايز مني ايه؟ بص، في أكتر من راجل ألماني. هتخليني اتكل على دماغي؟ تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. شيل ايدك عنه. تعال عندي. يعني ايه عادي؟ الديب هنا عندك بيت هنا ولا ايه؟ ليه؟ قال أيوة، شتموا بالأردو بالبنجابي. في 2 منهم. يلا يلا. يا ساتر. ممكن أقول حاجة مش مناسبة. أنا كلمت صاحبي الألماني لما رحت ألمانيا، قعدت في بيت عيلة ألمانية، ما تصرفتش كده. تمام. كانت عيلة لطيفة جدا في الحقيقة، كانت ست وراجل بس، وكنا بنهزر عن الموضوع ده قديم جدا، ده كان في 2017. وقلت ليه الرجالة الألمان مش عدوانيين؟ بص على اللي بيحصل في شوارعكم. يعني الرجالة دول حتى مش باين عليهم حاجة، دول مش زي مايك تايسون، يعني مش بيعرفوا يتخانقوا. أيوة، ممكن يتصرفوا بعدوانية، وبيبقوا أكتر عدوانية لما يشوفوا الطرف التاني بيخاف. الاتنين دول، الراجل ده ضخم، بص على الشاب التاني، اقعد عليه بس امسكه. يا نهار أبيض. فقلت ايه ده؟ ليه الناس هنا هادية كده؟ قال لي أصل هتلر خلى كل العدوانيين يموتوا. دي نكتته هو، مش نكتتي أنا. ما اقدر فقط. هنا ولا ايه؟ تعالى هنا، تعالى هنا. مش فاهم إزاي قادرين يفضلوا هاديين كده. أنا كنت هبقى بترعش من الغضب في اللحظة دي. الست دي حتى مش بتتهز. أظن الليبراليين دول متصممين بطريقة مختلفة. أنا شفتهم يعني بيتضربوا بالقلم، بيتزقوا. هما كده كده بيفضلوا هاديين، زي مش فارق معايا في اللحظة دي، مش فارق معايا. اطعني، اعمل اللي انت عايزه، مش فارق معايا، أنا خلاص. يلا نخش في خناقة بجد، يلا نتصارع على الأرض، مش فارق معايا. عشان كده يعني لازم تحاول تبعد عن موقف زي ده على قد ما تقدر، بس ممكن تخرج عن شعورك. بس بص عليهم، هما كده عادي، مفيش مشكلة. من فضلك اهدى. هو هنا. انت عندك بيت هنا ولا ايه؟ انت عندك بيت هنا ولا ايه؟ عادي. كل حاجة تمام. الراجل ده مش ألماني، أظن كمان إنه باكستاني، مش عارف مين الراجل ده. واضح إنه عنده انهيار عصبي، ماسك سكينة في إيده، سكينة. Polizei. فيه راجل ألماني تاني. يا ساتر.
على أي حال هو ده إعادة تمثيل حقيقية للمين ده. اللاجئين مرحب بيهم، بس دلوقتي عندي أكتر. عايز تشوف أكتر؟ عايز تسمع أكتر؟ اسمع كده. شوف الست دي اسمها أوريان فيلهول، هي نائبة عمدة ساندوني في فرنسا. هي بتدافع عن حقوق المهاجرين اللاجئين، مرحب بيهم. هي واحدة من الناس دي، والتغريدة دي اتنشرت قريب فعلا. يوم الأربعاء الصبح هي اتعرضت لهجوم عنيف من مجموعة رجال من أصل شمال أفريقي على بعد خطوات قليلة من بيتها. أيوة، شوف ده فيديو تاني. دلوقتي أنا ما قدرتش أتأكد من صحة الفيديو ده، بس الكلام ده اتنشر على نطاق واسع سنة 2023 على ما أظن، لما الشغب بدأ في فرنسا. راجل فرنسي اتعرض لهجوم من إسلاميين في بوردو عشان هو مثلي، واتضح أنه بيشتغل في منظمة اسمها Angels for Peace، ودي منظمة هدفها تزود استقبال اللاجئين في فرنسا. يعني في واحد تاني من الناس اللي بيرحبوا باللاجئين اكتشف بنفسه إيه اللي بيحصل لما اللاجئين بيترحب بيهم. بص عليه، اتضرب واتبهدل. بص عليه، هو بياخد جرعة يومية من اللاجئين مرحب بيهم. مش عارف، بص أنا مش زعلان على ده، فعلا مش زعلان على ده. زي ما قلت لك أنا بحلم بده من زمان قوي، مش حاسس بأي ذنب. أنا قلت الكلام ده قبل كده كتير، إنه لما الغرب بيقع في إيد الإسلاميين أنا عايز أكون موجود وأشوف شكل الوشوش بتاعت كل الأغبياء دول. كل الأغبياء دول عايز أشوف ده، عايز أكون هناك. ممكن كمان أكون هناك لأن أنا كمان حكون في خطر لأني مرتد، أنا كمان حقع. بس عايز أكون موجود لما ده يحصل. بس إن شاء الله ده عمره ما هيحصل، خلاص؟ زي ما كريستوفر هيتشنز قال، خلاص؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضايقنا إن ده مش هيحصل. إن شاء الله مش هيحصل، أنا متأكد من كده، مش هيحصل. بس شوف ده، اسمع ده. دلوقتي أنت عارف إيه اللي بيحصل لما بلدك بتتملي بمهاجرين غير شرعيين أو مهاجرين من دول العالم الثالث. شوف ده لسه حاصل حالا. حوالي 1400 راجل بدون أوراق من طالبين لجوء دخلوا المملكة المتحدة في آخر 7 أيام. 1400. تمام، ودي مش نهاية القصة. تمام، دي مش النهاية. اسمع ده. اكيد ده جنون تام، مش كده؟ مش ده هيشجع ناس اكتر يجوا في القارب بتاعنا، عشان المرة دي مش فندق لكن بيت. يعني الحكومة البريطانية دلوقتي بتجبر المواطنين البريطانيين يستضيفوا لاجئ. أيوة، خليني أفكرك. أنا لسه مشغلك فيديو لطالب لجوء فقد أعصابه في ألمانيا مع ست ألمانية ليبرالية كانت غلطت وسمحت له يدخل. فاكر وين برودرست كان بيتمشى مع كلبه لما طالب لجوء أفغاني غاضب خرج من بيت راجل باكستاني تاني كان هو كمان غلط وأسكن أفغاني عنده في البيت. الراجل حن عليه وقال له ماشي، خليني أستضيف لاجئ. بس زي ما أنت عارف هو غالبا كان غرقان في حبه لأخوه المسلم، فغالبا عمل كده. بس اكتشف إن الأفغاني ده كان في الحقيقة بيطعن الراجل الباكستاني اللي أسكنه عنده. وبعدين واين برودهرست للأسف كان ماشي جنبهم وحاول يوقفه، وطبعا اتطعن كذا مرة ومات. فلما تجيب ناس من البلاد البشعة دي من دول العالم الثالث انت ما تعرفش عنهم أي حاجة، ما تعرفش ايه القيم اللي بيؤمنوا بيها أو معتقداتهم ايه أو حالتهم النفسية عاملة ازاي، انت فعلا ما تعرفش عنهم أي حاجة. ودلوقتي الحكومة البريطانية هتجبر البريطانيين العاديين زيك إنهم يستضيفوا واحد منهم، وهم هيبتدوا يجربوا ده في مساكن الإسكان الاجتماعي لأن ليهم رأي في الموضوع، لأن هم ممكن يقولوا إحنا اللي بندفع التكاليف، ولو رفضتي ممكن يطردوك من البيت، وبيتك ممكن يتاخد ويتعطى للمحتل ده. حتى الشقة نفسها. طيب أنا عايز أقتبس كلام البابا فرانسيس اللي كان جنازته النهاردة وكان بيتكلم عن الهجرة واللجوء، وقال خلينا نعامل الآخرين بنفس الحماس والتعاطف اللي إحنا نفسنا نعامل بيها.
فده تمرين فكري كويس. انت عملت كده شوية لما فكرت تكون مالك عقار او مستأجر علشان تشوف الموضوع من الناحيتين؟ ولو كنا احنا، لو كانت عيلتنا هي اللي اضطرت تهرب من الحرب والرعب، كنا هنبقى عايزين الناس تعاملنا ازاي؟ خدهم. انت بقى يا غبي، بص للراجل ده لسه غرقان في بحر التعاطف. لا، يعني ايه؟ بص على الناس اللي بتتظاهر بالفضيلة دي. وصلنا المملكة المتحدة، سكن مناسب غالبا. يعني حظ وحش، بقول حظ وحش، مش عايز اتعور بسكينة، مش عايز اتعرض للاغتصاب. غالبا دي واحدة من أول الحاجات اللي كنا نتمنى يكون عندنا. أعتقد لازم نشوف، لازم نتمسك بالإيجابي في القصة دي. أنا دايما من الناس اللي بتشوف الكوباية نصها مليان. انا مش عايز اكون مكسور على حساب حد تاني. كام مهاجر غير شرعي استضافتهم عندك؟ كام؟ انا فعلا عايز اعرف ده. الشريط علق على الحزن، وأظن إننا لازم نشوف ده كتقدم. كان بيكلفنا كتير قوي إننا نخلي الناس في الفنادق. هنشوف توفير بقيمة لا تقل عن 2 مليار جنيه لصالح دافع الضرائب. لا، رحلوهم. وكمان ده أفضل للي في ظروف صعبة جدا وبيطلب لجوء، ويديهم كرامة إن يبقى عندهم بيتهم الخاص. بس فعلا أعتقد إنك لمستي مشكلة. إحنا فعلا عندنا نقص في أماكن السكن اللي ممكن تتأجر، وأعتقد إننا محتاجين حلول مبتكرة للمشكلة دي. عيلتي، إحنا عايشين في مجتمع، إحنا 11 واحد عايشين تحت سقف واحد، 6 عائلات مختلفة وما فيش أي صلة قرابة بيننا. واو. كام واحد؟ إحنا 11 واحد عايشين تحت سقف واحد، 6 عائلات مختلفة وما فيش أي صلة قرابة بين كتير مننا. وبرغم كده حوالي أظن 8 مليون شخص في المملكة المتحدة عايشين لوحده. ومع برنامج زي برنامج منازل لأوكرانيا، ناس كتير قدروا يرحبوا بلاجئ في بيتهم، وفي فوائد كتير لينا كمان كمضيفين. في الحقيقة ده بيأثر بالسلب على صحتنا النفسية. صحتنا بتكون أسوأ لو عشنا لوحدنا. فيمكن محتاجين نكون مبدعين ونبدأ نكون كرماء في الضيافة. وأنا عارف إن الشعب البريطاني العظيم عنده ده. لا، الترحيل بس علشان انت خاطرت بأمان أحبابك ولسه مفيش حاجة حصلت، ده مش معناه إننا لازم نخاطر بأمان أحبابنا، لأن الناس دي هم اللي جايين يا جماعة. الناس دي هم اللي جايين. الناس دي هم اللي جايين. ده دول هم طالب اللجوء بدوكو، هاربين من الاضطهاد والحرب. لا، لا، لازم تكون غبي على مستوى عالمي لو استضفت طالب لجوء. غبي على مستوى عالمي. بص على طالبي اللجوء دول في ألمانيا بيمسكوا بتحرشوا بوحدي، وربنا يستر لو عندك بنت في البيت. يا ساتر. مش قادر. لا، مش محتاج ده. مش فارق معايا. مش فارق معايا بصراحة. عارف ايه؟ شوف كده، بيقولوا ايه اللي خلاك تطرف. بص على ده. كل الضحايا دول اتقتلوا على ايد ناس من ثقافات تانية، من ناس من ثقافات مختلفة. ايوه، كتير منهم كانوا ناس ليبراليين، وكتير منهم كانوا بيثقوا في الناس زيادة عن اللزوم. وده مجرد قمة الجبل الجليدي. التعددية الثقافية هي اللي قتلتهم. زي ما بقول، احنا مش غضبانين كفاية. وما تسيبش الأغبياء دول زي الراجل اللي وريتهولك، ما تسيبش القاتل المبتسم ده يقول لك غير كده. ما تعملش كده. البابا فرانسيس قال كده. عارف، لو حد ضربك على خدك دور له الخد التاني. وحب جارك، يلا امشي من هنا، خلاص امشي من هنا. في الزمن ده لو عزمت همجي وجالك طعنة أو اتقتلت أو تعرضت للاغتصاب، العيب عليك انتي.